السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم، الله أكرم عليكم وعلى المسلمين جميعا يا رب. يا رب اجعله شهر كريم وبركة كده وكله رحمة وكلنا نسامح بعض، ويا ريت لو كان في قلبنا شيء لحد يا ريت نسامح وننسى. وكل المشاكل اللي في حياتنا يا رب تنتهي على كل خير، وكل الكروب تنتهي. ويا رب اجعل كل اللي احنا مرينا بيه في ميزان حسناتنا، ايا كان اللي مرينا بيه، دي او مرض او اي شيء، يعني فاهمين، اي شيء مؤذي بالنسبه لنا ومش مؤذي ولا حاجه، ولكن احنا مش قادرين نتحمله، وليكن مثلا ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. ويا رب تكون البيوت كلها مليانه خير وبركه وحب وفرحه. واتمنى ان كل البيوت المسلمه في العالم كله يكون فيها خير، ويكون فيها رحمة، ويكون فيها بركة، ويكون فيها ذرية صالحة، ويكون فيها الرزق الحلال. اللهم امين يا رب العالمين. مقدمه طويله عريضه وبقالي كتير، ومع العلم ان انا صاحبتي النهارده بتقولي قلتي اخر فيديو ليكي ان انتي هتصوري على طول ومش هتكنسلي التصوير. ليه بقى؟ قلت لها عيله، يعني انت كانت بتقولي انت كده عيله، انا كده النهارده عيله. سامحيني، انا كان عطل عندي في النت وما كنتش بعرفه اصور الفتره اللي فاتت خالص، او مش عارفه انزل فيديوهات الفتره اللي فاتت. واتمنى ان الفيديو كمان ده ينزل قبل رمضان، يعني تقريبا انا بسجله قبل رمضان بكام يوم، كمان بصوره قبل عيد الام. كل سنه وكل الامهات طيبين، وربنا يرحم امي وامهات المسلمين ويجعلهم من اهل الجنه، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين على كل لحظه حلوه بتعدي بينا في الدنيا، اللهم امين. الحلقه اللي معايا النهارده كانت تكمله لحلقه اللحمه اللي انا كنت عملتها معاكم المفروم، اللي كان من نص كيلو طلعت كيلو 200 جرام منها. اخدت الطبق الكبير اللي كان 750 جرام، حطيته في الطبق قدام منكم، تمام. جبت بقى الكبه بتاعتي، جبت 2 قرن فلفل، تمام، 2 قرن فلفل وسط، تمام كده معاهم. ما حطيتش بصراحه بصل، لان انا كانت اللحمه عندي فيها بصل، لو عايزه تضيفي بصل ضيفي براحتك برضو. وحطيت جزرتين، تمام، مبسوطين مظبوطين كده، انا اسفه. وبعدين بدات ان انا افرمهم في الكبه فرم كويس وناعم جدا، وبدات اضيفهم على اللحمه، بشيل قطعه لحمه كده وبحطها في الكبه وافرم تاني معاه شويه الحشو اللي انا ضفته على اللحمه بتاعتي. ليه هتعملي ايه؟ انا النهارده قايمه الفراخ طبعا اسعارها ولعت نار، اللحمه اسعارها ولعت نار، فلازم نكون اقتصاديين كده ولمنوميين، ونعرف ازاي نكون يعني مدبرات، زي ما دايما بقول لكم، يعني ربنا يحسن ما بين ايدينا ويجعل البركه دايما في ايدينا، قولوا امين. يعني من الحاجه البسيطه ربنا بيبارك فيها بتكون حاجه ممتازه باذن الله. النهارده قلت لهم طيب انتوا عايزين تاكلوا فطير؟ طب انا مش هعمل لكم فطير لا بالجبنه ولا بالعسل زي كل مره، فطير فلاحي، فلاحي عادي خالص جدا، ما فيهوش اي افتكاسات. ولكن انا هنا هضيف لكم اضافه من عندي، الاضافه دي والله انا عاملاها من دماغي كده، يعني ايه، وحي نزل عليا كده، يعني انا لا شفتها ولا حد عملها قدامي بصراحه. في الحله اللي قدامكم دي انا هنا بسيح سمنه فلاحي، سمنه جاموسي فلاحي، تمام. كان معايا هنا كيلو في الحله الصغيره دي، سبتها تسيح كده وتتقدح جنبي كده وتتظبط، عشان دي اللي انا هشتغل بيها في الفطير بتاعي. بقول لكم ان اللحمه ممتازه. انا ضفت على اللحمه ايه كمان؟ ضفت عليها معلقه كبيره جدا من توابل الحواوشي. ليه؟ بتديني نكهه حلوه قوي لو حطيتها في فطاير او في معجنات. وحطيت بقى البهارات بتاعتي، اي بهارات عندك، بس ما تحاوليش تكتري بهارات، تمام. والملح بتاعك مش كتير برضو، وتعجني الحشوه اللي انت ظبطيها كلها، وتسيبها ترتاح على جنب كده مع نفسها، تاخد يدي مع نفسها وتدي من ريحتها. فلفل على الجزر، انا ما رضيتش اضيف بصل، انت ممكن تضيفي بصل لو انت حابه، لكن انا بصراحه ما حبيتش ان انا اضيف، لاني ضايفها في الكميه بتاعتي قبل ما اخزنها، تمام. انا عجنت اصلا معايا هنا كام؟ انا هنا معايا يا حبيبتي، كان معايا هنا 2 كيلو من الدقيق، 2 كيلو من الدقيق عجنتهم عجين بميه وملح فقط، ميه وملح بس. العجن كان واخد وقت طويل جدا، قعدت اعجن ما يعادل الربع ساعه، 15 دقيقه او 13 دقيقه عجن. اريح كده، اريح اللي هي ثانيتين او 5 ثواني، وابدا ابل ايدي وارجع اعجن تاني عشان العجينه تنعم في ايدي زي ما دايما بقول لكم، تمام. عجين الفطير لازم ياخد وقت طويل جدا في العجن عشان يديكي نتيجه ممتازه. بعد ما عجنت العجينه تمام كده، التمن 2 كيلو انا كورتهم كور اللي انا حباها، برضو انت ممكن تقللي، ممكن تصغري، ممكن تكبري الحجم اللي انت حباه وهيناسبك، تمام، ماشي عليه. انا هنا اداني التمن، اداني 10 كور. ال2 كيلو دول ادوني 10 كور بالحجم الوسط، حجم الفطير الوسط. يعني انا لو بعمله فطير بدون لحمه، هحط كل اتنين في بعض هيديني فطيره ممتازه جدا، تمام. او واحده كبيره وسط، يعني واحده ماشي حالها كده.
انا هنا بعد ما قطعتها كده على زيت خفيف، سبتها ترتاح، وكورت اللحمه بتاعتي برضو 10 كور. شوفوا انا بشتغل، بنتي الاستند كسروه وهم اللي بيصوروني، فبيصوروني زي ما اعرفش يعني، سامحوني بقى على التصوير. تمام. انا هنا شفتوا الفطير لازم يكون مرتاح في العجين ومرتاح في كل حاجه، انا عجنيه من بدري جدا على ما اشتغل فيه. وعملت 10 كور من اللحمه. انت برضو ممكن تقللي وتكبري اللحمه زي ما انت حابه. انا كان عندي حاجه بسيطه جدا، كيلو الا ربع من اللحمه. لما حطيت عليه اديني كيلو ولا 100 جرام من اللحمه. تمام. اللحمه المفرومه يعني مع الحشو بتاعها، الفلفل والجزر والبصل اللي احنا كنا اصلا ضايفينه والبرغل والدنيا دي كلها. تمام تمام. عملت الفطره بتاعتي، فردتها، نزلت عليها بقى، نزلت 3 ارباع سمنه فلاحي وحطيت شويه زيت كمان عليهم. وبدات ان انا اسقي اظبط الفطور بتاعي بالشكل ده، بعمله على شكل مستطيل. ممكن تعمليه برضو بالشكل اللي يناسبك ويريحك. تمام. اهم حاجه تكون العجينه مرتاحه معاكي، لان عجينه الفطير كل ما بتريحيها كل ما بيكون الشغل فيها مريح ومش مؤذي ومش بيضايقك، لا بتحسي فيها براحه يعني. قطعت بقى منك حتى ممكن تكون شبكت في ضفرك، شبكت في صابعك، شبكت في اي حاجه، قطعت منك في الطروف، ما فيهاش اي مشكله. ده كله احنا بنلمه في التطبيقه بتاعته. بس المهم يكون خفيف يعني، وانت بتفردي شدي على بره كده، بس حاولي الحته اللي في النص تكون سميكه شويه، ما تكونش رقيقه قوي، عشان لما اجي احط اللحمه عليها هتشيل معايا اللحمه وما تشدش اللحمه، ما تقعش مني او تتقطع مني من تحت. ادي فرد الفطير بطريقه، لو من غير لحمه هتعمليه وتحط ده جنبك طبق عسل، طبق جبنه، اي حاجه تمام من غير حاجه يعني. فاهمه الفطير اصلا بيبقى يعني مأكل نفسه بنفسه يعني. بس انا هنا حبيت ادلعهم، وفي نفس الوقت ما اذيش الميزانيه بتاعتي. يعني ايه ما اذيهاش؟ يعني ما كلفش الدنيا فوق منطقتها، الدنيا واخده حقها وكافي يعني مستكفي. والله دايما بحاول ان انا اشوف وافكر في حاجات تكون موفرة وتكون بسيطة، وما تكونش مكلفة لا عليا ولا عليكم يعني. الاسعار والضيقة والحاجات دي كلها زي ما بتمر عليا مر عليكم ومر على الدنيا كلها ومش عايزه اقول على العالم كله. ربنا يعدي الايام اللي احنا فيها على خير. ومع كل ده انا ما بحرمش عيالي من اي حاجه، وما بكلفش بيتي فوق من طاقته. يعني ما بكلفش جوزي فوق منطقته. انا جوزي انا يعني راح خرج جبت نص كيلو لحمه وفرمتهم، وكان عندي الدهن بتاعي وعندي ليا، بس ما رضيتش بصراحه اضيف ليا يعني. وبعدين بدات ان انا احط بقى الافتكاسات بتاعتي اللي هي البرغل بقى والبصل. في ناس بيضيفوا اضافات تانية كتير، وانا بصراحه يعني جربتها ولقيتها ماشي الحال مظبوطه. هنا بوريكم انها مفروده في ايدي مستطيل، طبقاتها رقيقه جدا. انا كنت صورت في اخر الفيديو والله العظيم واحنا بناكله كده بعد ما طلعته من الفرن، وبقطعه وبوريكم قد ايه مورق من جوه وقد ايه حلو من جوه، واللحمه فيه حلوه مظبوطه. ولكن انا مش عارفه ايه اللي مسح المقطع ده من عندي يعني، ده كان شيء مزعلني برضو وانا بعمل الفيديو بصراحه ما لقيتوش، فبصراحه اتاذيت قوي. انا بعمل هنا القطعه في النص اهي، وبلم عليها الفطيره. ممكن توسعي اللحمه اكتر من كده يعني لو انت حابه، تمام. انا بعمل على قد امكانياتي انا. تمام. انت ممكن تقللي، ممكن تكبري، يعني ما تلتزميش زي ما انا ما بلتزمش بان انا بشوف حاجه معينه وبعملها. انت كمان نفس الموضوع. ربنا يحسن ما بين ايدينا ويجعل بركه في ايدينا، ويجعل يا رب بيوتنا كده مليانه بركه ومليانه خير. امين امين ان شاء الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا النبي. عايزه اقول لكم ربنا يهدينا ويهدي البيوت، ويهدي الازواج لازواجهم، ويهدي الزوجات لازواجهم. انا قلتها صح؟ اظن انا قلتها صح. لاني انا بشوف الايام ديت المشاكل بتزداد في البيوت. مش عايزه اقول لكم ان انا بشوف حواليا مشاكل، مش مشاكل، كوارث، نصايب واليعوذ بالله. والله العظيم في البيوت الزوج قد ايه قاسي على زوجته، قد ايه عديم الرحمة، قد ايه مش عايزة اقول لكم، مش لاقية تعبيرات تعبر عن اللي جوايا يعني. ده كلها حاجات انا شايفاها بعينيا حوالين مني، جزء من الجيران او حد من الجيران كمان مش واخد منها اولادها كمان. لا داخل عليك رمضان، طب يعني احنا مسلمين وموحدين بالله، ازاي الشهر ده يخش؟ ده الجيران المتخاصمه بتتصالح، والناس اللي متخاصمه بتتصالح، والنفوس اللي شايله بتصفى عشان الشهر الكريم يجوز لنا فيه يعني. ربنا يتقبل عباداتنا ويتقبل صيامنا فيه. ازاي انت وارجع واقول لكم حاجه، الولد او الشاب اللي ما بيصليش
اللي مش متقي الله لا في نفسه ولا في الناس ولا في حياته كلها، ده تخافي منه على بنتك او تخافي منه على احفادك، لانه لا هيكون اب صالح ولا هيكون زوج صالح ابدا، مش هيكون. لانه هو لا يفقه شيء عن الصلاح ولا يفقه شيء عن الرحمة ولا يفقه شيء عن الدين، مع العلم ان هو مسلم ولكن اسم بدون مسمى. يا ريت نربي اولادنا عن الحرام وعن الحلال وعن انك بلاش تظلمي وبلاش تظلم، بلاش تقسى، بلاش تقول كلمة ما هيش حق، بلاش تفتري على الناس بالباطل. هي ديت الفكره اللي انا نفسي اوصلها بالاختصار، يعني عايزه اختصر. انا طول الوقت عماله اعرف ولادي حرام وحلال، انا بعمل اللي عليا، هم بقى حرين بعد كده، عايزين ينفذوا اللي هم اتعلموه تمام، مش عايزين، هم احرار، بس انا مسؤوله عنهم لحد يوم ما اقابل ربنا. حتى ولو كانوا ولادي اتجوزوا وخلفوا برضو انا مسؤوله عنهم وعن تربيتهم. شايفين الفطير بتاعي في قلبه اللحمه ما هيش ملياه ولا حاجه اهو، بس يمشي الحال ومغمس نفسه. والله العظيم كان تحفه وكان طعمه روعه جدا جدا. ومش عايزه اقول لكم قد ايه كان مقرمش كمان، وقد ايه كان طعمه حلو وريحته حلوه، واللحمه كانت عامله شغل جامد على فكره، مش شغل اي كلام. يعني بصي مش عايزه اقول لك، المقطع ده اتقطع فكان نفسي يتسجل. يا رب الفيديو يعجبكم وتدوسوا لايك لو